اهلا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفه جديده اختي. كي دولتوا العيد الصغير مزيان، كي دولتوا رمضان. غبرت في هذا رمضان وفي هذا العيد ما صورت حتى شي حاجه هنا في يوتيوب، صورت في تيك توك وانستغرام. دخلوا عندي تيك توك وانستغرام فيسبوك، غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم البسبوسه اختي، كتجي غزاله وكتصدق ليا. داكشي علاش قلت راه ما يمكنش ما نشاركهاش معاكم. قبل ما ندوزو الوصفه ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير مع سبسكرايب للقناه، ويلا ندوزو الوصفه. وقبل شوفوا لي هاد الاجواء الغزاله اللي كتحمق هنا. هذا الفران ديال التراب راه درت لكم فيه واحد المره الخبز. اول حاجه غادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه البسبوسه، عندي هذا. غادي ندهنو بعدا بالزيت، شويه ديال الزيت ولا الزبده، وغادي نرشو بالسميده. يفضل انكم ترشوه بالسميده، بغيتو ترشوه بالطحين رشوه بالطحين، داكشي اللي بغيتو، افضل السميده. غادي ناخذ جوج ديال البيضات، هاد جوج البيضات غادي نهرسهم بجوج. وغادي ناخذ واحد الياغورت مسوس، اولا الناس اللي في الخليج ديروا الزبادي، ياغورت مسوس. غادي بنفس داك العبار ديال الياغورت غادي نعبر به الزيت الروميه، وغادي نكبو على البيض والياغورت المسوس. ما عرفتش انا شنو جاني طلع لكم الكاميرا، بغيت نصور لكم الجو. شوفوا السما زرقاء ما شاء الله. بنفس داك الطاس ديال الياغورت غادي نعبر به سنيده، وغادي ندير كيس واحد ديال الفاني، وغادي نخلط هذاك الشيء مزيان 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 حتى يتخلط ليا كلشي مزيان. شوفوا دابا هكذا مزيان. وبنفس داك الطاس ديال الياغورت غادي نعبر سميده رقيقه ولا غليظه، ويفضل رقيقه، الا كانت عندك رقيقه احسن. وغادي نعبر به بنفس العبار غادي ندير الكوك، يفضل الكوك اللي ميدم، ما يكونش داك الكوك اللي ناشف بزاف، يفضل الكوك ميدم. وغادي نزيد كيس واحد ديال خماره الحلويات بيكين باودر، وغادي نخلط عاوتاني داكشي مزيان 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 مزيان. وغادي نجيب واحد جوج ديال الزلايف، الناس اللي خوافين بحالي ما عندهمش العبار في عينيهم، غادي ناخذ جوج ديال الزلايف وغادي نقسم هذاك الخليط ديالي على جوج ديال الزلايف، باش هكا يجيوني الطبقات متساويين، ما تجينيش وحده كبيره وحده رقيقه وحده غليظه وحده رقيقه ولا شي حاجه. غادي نوزعو مزيان على المول. شوفوا راه ثقل شويه، معليش بغيتو تزيدوا شويه الحليب زيدوه، مي انا ما كنزيدش في الطبقه الاولى. وغادي نوزعو غير بشويه، اولا بقاو تخبطوا داك المول هكا على شي حاجه رطبه، ماشي على لافابو بل عاوتاني زهرتو شي حاجه. غادي نبقى نخبطو حتى يتوزع ليا مزيان. من بعد غادي ندخلو للفران. انا هنا حيت ما عنديش الفران مقاد دخلته للفران، اختي راه عندي الفران ديال البوطه ما نقدرش نعطيكم درجه الحراره. المهم نتوما كتشوفوا العافيه كي دايره. المهم دابا غادي نديرو الطبقه الثانيه ديال الكريمه. غادي نحتاجو فيها نص لتر ديال الحليب، هذاك الشويه غادي نخليه نحتاجو في الاخر. هنا ما كانش باقا ليا سنيده، وما كان فيا لين نمشي اختي الحانوت بعيد علينا وانا خدامه، يعني ما عنديش نخلي داكشي الفران وهذا ونمشي نتسخر. المهم كانوا عندي ديك السكر، داك المربعات هذاك هرستهم، درت معلقه، ولا يفضل انكم ديروا جوج معالق ديال سنيده، 3 المعالق ديال النشا مايزينا، ونخلط مزيان ونحطها على البوطه، ونبقى نخلط يعني نحرك، ما نبقاش ماشي نخليها لان النشا كيتعزل لتحت، خصني نبقى نحرك نستمر بالتحراك، ما نحبسش كاع. منين غادي داك الحليب صافي غادي يبدا يغلى، غادي نزيد 3 ديال الجبن مثلث اولا الجبن مربع اللي بغيتو. وهنا عندي القشده الطريه، الا ما عندكمش القشده الطريه تقدروا ديروا جوج ديال بيرلي. الا ما عندكمش القشده الطريه، انا كانت عندي القشده الطريه درتها صافي. هنا وجدت ليا، شوفوا القوام ديالها كي داير دقيق لواحد شويه. هنا البسبوسه من بعد ما طابت ليا غير من الجنب، انا مازال طابت ليا بزاف، ولكن اون فوا تشد راسها ما تبقاش بقاو تحطوا عليها صبعكم من فوق، ما تبقاش هكا بقى عجينه، صافي خرجوها من الفران. والكريمه خصني نكبها على البسبوسه وهي باقا سخونه، ما خصهاش تبرد، لان الا بردات كتجمد. منين غادي نكبها عليها، يعني دابا تندخل البسبوسه الطبقه الاولى للفران، عاد نبدا في الكريمه باش الكريمه ما تجمدش ليا، خصني نكبها وهي باقا سخونه
فهمتوا؟ من بعد غنخليها حتى تبرد مره ديك الطبقه ديال الكريمه حتى تبرد. بقاو تحطوا عليها يديكم بحال هكا، ملي ما يلصقش لكم في يديكم صافي. حيت الا دابا الا خليتها تبرد، الا كبيت عليها الكميه اللي باقا ليا غادي تولي روينه. هذيك السميده اللي باقا ليا، الخليط اللي باقي لي، غادي نزيد عليه شويه ديال الحليب لانه كيكون قصاح، ومنين كيقصح ما يتوزعش ليا الفوق كامل، فغادي نزيد عليه شويه ديال الحليب باش يولي خفيف ونوزعو على المول كامل. شفتوا دابا القوام ديالو كيفاش ولا، وكان مازال نزيدو الحليب ماشي مشكل، المهم يولي شويه خفيف. دابا غادي نكبو. شفتوا دابا كيفاش دابا خفيف، كتكبو وانت مرتاح ما تخافش ما والو. غادي نوزعو كامل عليه، نكبو كامل، وبنفس الطريقه كما قلت لكم بقاو تخبطوا المول بحال هكا باش يتوزع لكم على المول كامل. ناقص نزيد داك شويه اللي باقي. دابا غادي ندخلها للفران، غادي ندخلها شويه الفوق ياك بشويه، ومن بعد غادي نهبطها لتحت على عافيه مهيله، لتحت على عافيه مهيله بزاف تطيب على خاطرها، لان ديك الكريمه غتحبس ما تخليش الطياب يوصل ليها الفوق. صافي دابا من بعد ما طابت غادي نسقيها بالشيره. هذه ما صورتهاش معاكم، ولكن المهم يعني سهله. السكر، كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء، خليوهم يغلاو شويه مع واحد طريفه الحامض صافي. هنا من بعد غادي نكب ليها وهي تكون باقا سخونه، تكون عندي الشيره بارده والبسبوسه تكون باقا سخونه. يلا خرجتها من الفران تكون باقا سخونه، اولا العكس تكون باقا سخونه، نسقيها باش هكا كتشرب مزيان مزيان. كما قلت لكم ما كانش باقي ليا السكر بزاف، جاتني شويه خفيفه وما جاتنيش حلوه بزاف مزيان. اصلا ما عنديش انا مع الحلاوه بزاف، ولكن نديروا القياس اللي قلت لكم ديال السنيده. هنا تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا، تقدروا تزينوها بالكوك اولا تزينوها باللوز. يعني اللوز تزينوها باللوز قبل ما تدخلوها للفران، تحطوا اللوز هكا عاد تدخلوها للفران باش كيبقى داك الشكل ديالو باين. وانا هنا زينتها بالبيستاج، جا المنظر ديالها زوين. هذوك الزواقات اللي داخلين بغيت نديرهم بانوا بحال قبوره. هذا هو الشكل النهائي ديالها اختي. شوفوا كي كتجي غزاله البنات. كنصحكم تجربوها بهذه الطريقه اللي عطيتكم، جربوها بهذه الطريقه النيت اللي عطيتكم، راه كتجي زوينه وغزاله لذيذه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير مع السبسكرايب للقناه. خليتكم على خير وبسلام عليكم. وبغيت اقتراحاتكم شنو تبغيو نصور لكم في الفيديو الجاي. اقتراحكم هذه المره مهم بالنسبه ليا، اي حاجه طلبتوها مني الفيديو الجاي غادي نصورها لكم. يلا باي باي، السلام عليكم. كنحماق عليكم كاملين كاملين كاملين.